مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الأفاضل، مشاهدي الصرح الكبير، الصرح الجهوي ديال الأقاليم الخمس: خنيفرة، أزلال، بني ملال، الإقليم ديال خريبكا، والإقليم الواعد إقليم الفقيه بن صالح. أيها السادة أيها الكرام، المغاربة ديال العالم من الجمهور الدولي، كذلك مغاربة الوطن، وهذا الرقعة السعيدة ديال الرأي العام الوطني والجهوي المحلي. نعم أيها السادة أيها الكرام، نؤسس هذا البث ونؤسس كذلك حسرتنا وكذلك ألما، كذلك ما قدرتش نقول أننا يعني خصنا نصليو شي جوج ديال الركعات ديال الغائب على بعض النقابات العتيدة على المستوى الوطني أبدا، لأن هناك يعني مجموعة من المناضلين لا لقينا واحد المناضل يعني بغى يدوز الدكاكة وقال هذه غير الجهة ديال بني منا الخنيفرة، وقال هذه راه غير جهة اللي كما كيقولوا لها البعض، يعني في بعض المناطق في المغرب ديال بعض الناس في بعض المدن اللي هي مدن كبرى، وكيبغيو يأسوا لمجموعه من يعني من التظلمات ومجموعه كذلك من السباب والشتائم بحق هذه الجهه. والله ما ندوزها لك ولد عمي، والله ما ندوزها لك، والله ما ندوزها لك. ولو كان تكون شاد ماشي غير النقابه، وما تكون شاد ماشي غير نقابه يعني ترافع العمال ولا الشغيله ولا كيف ما كنعرفوا الاجهزه النقابيه، لكن اننا نرى ان نقابي وكاتب وطني ديال هيئه نقابيه قدها قد الخلاء. ايها الساده ايها الكرام، باش نشوفوا نقابه نوبير الاموي والنقابه العتيده ديال يعني الكبار هنا بني ملا خنيفرة، الحسين حطاطي وكذلك بوغرين، يعني مجموعه من المناضلين الكبار ديال السي دي تي، ونشوفوا ان الكاتب الوطني اليوم جاء بلا حياه بلا حشمه، بغى يدوز علينا دكاكه هنا على الجسم الاعلامي والجسم الصحفي، وقال لك اسيدي غادي ندوز هذا اللقاء هذا وندير مكتب بالتعيين وبالتيليكوموند، وبغى يحط هو داك الشيء اللي بغى، وغنحكي لكم داك الشيء اللي داز. يعني علمنا، بغينا ننسحبوا ما خلاوناش، بغينا نمشيو بحالنا ما خلاوناش، الجمع العام فيه 10 ديال الناس، دوك الناس ما عندهم حتى شي علاقه بالاعلام، ما عمري شفت شي واحد في هذوك عنده علاقه بالاعلام، ما يعني الا واحدا هو النقابي ديال الجهه السابق، ديال المكتب السابق. انما لدينا مكتب سابق اسسنا له المده ديال 4 سنوات هذه بالمدينه ديال خريبكا، وانا عبد ربيه عضو في ذاك المكتب، والتالي اننا لم نستدعى اليوم رغم انتمائنا لهذه النقابه، وخلصنا الانخراطات ديال السنه الاولى والسنه الثانيه والسنه الثالثه والسنه الرابعه ديال هذه النقابه، وكيسلمونا البطائق ديال هذه النقابه والانتماء ديالنا النقابي والدرع النقابي ديال المركز، وتيأسونا وتيسلمونا الوثائق ديالنا. هذه ما نكروهاش عليك السيد الكاتب الوطني، لكن السيد الكاتب الوطني ان تقوض المساعي النبيله التي اسست لها النقابه العتيده الكونفدراليه الديمقراطيه الشغل، فلن نسمح لك ولو تكون انت هو الكاتب الوطني. اليوم انا عضو مكتب الجهوي السابق ديال النقابه الوطنيه ديال الصحافه والاعلام الجهوي، واليوم يعني باش تجيب لينا واحد ما كنعرفوش نهائيا، قال لك هذا جبناه غنديروا كاتب وطني، وبقى كيخطب علينا واحد الساعتين ديال المكانه خطبه. اش غنقول لكم؟ ديك الخطبه ديال 11 وربع اللي كانت بكري كلشي كيعرفها. يعني التالي هو انه الرجل جلس يتكلم وتيلمح، حنا ما يمكنش، وحنا وهاد اللجنه ديال الصحافه وبغات دير لكم وبغات تفعل لكم وبغات تترك لكم، اسيدي خليها غير دير فينا ما بغات، وغير خليها. واش كاين شي دوله كتظلم ولادها؟ واش كاين شي قطاع تيظلم واليه؟ واش كاين شي جهاد بني منا الخنيفرة والمغرب بغا ينكر فتاح؟ ورينا هاد الناس اللي بغا ينكرونا حنا فينا هما، كيف يديروا لينا؟ نحن نمارس المهنه و13 سنه، وغتجي وكدير ديك الفزاعه باش دير لينا حنا مكتب
وتمشي تقضي به اغراض اللي هي شخصيه. والانانيه هذه هي الانانيه. والله ما ندوزها لك السيد الكاتب الوطني، لان علاش؟ باش تجيب لينا ناس دوك المصورين ديال العراسات، وفين ما بغينا نهضروا كتقمعنا وما خليتيناش نتكلموا، التالي هو ان بغيتي تلبسنا شي حوايج ما كايناش. لا سيدي، قال لك علاش تتكلم على المكتب السابق؟ لا، خصك تستدعيه. ولا جابت لي انا الحساب المالي والاداري وقلت لي صوت عليه وما استدعيتينيش للجمع العام، ومشيت وبركت على النفس ومشيت، واتصلت بالزملاء هنا في الفقيه بن صالح، واتصلت بالزملاء في نيملال، واتصلت بالزملاء في عزيلال وفي خنيفره، وقال لك ما استدعاناش. والتالي انك تشكل مكتب بالناس اللي ما عندهمش بطائق وما تنتميوش لهذيك النقابه وما عندهمش البطاقه، هاد البطاقه ديال الانخراط ما كايناش. وفي التالي ان تشكل مكتب بلا منخرطين. ورينا منين شتيها هذه السيد الكاتب الوطني، ورينا منين شتيها. واش قال لك شي واحد راه ديك جات بما خنيفره فيها ناس ما عندهم حتى درايه كاع، راه غير الناس تجمعهم من الشارع يقول لك ستوب بلاتي. شكينا هاد الناس منخرطين وخا قلنا بسم الله. واش ما منخرطه وحده جايه دايره جبيره في رجلها ومعلقه رجلها دايره الكبس، جات من خريبكا، ما منخرطاش في النقابه، وما عمرها كانت في النقابه، وما عمرها كانت في الصحافه، وقالت لك راه دخلوني للمكتب. التالي هو اننا يعني عاينا مجموعه من الخروقات. الاولى هو ان تنشكر السيد الكاتب الاقليمي ديال بني ملال، ديال المكتب ديال بني ملال. انا غنذكره بالاسم لان باه مناضل، هو مناضل وما يمكنش غننسى ذاك الراجل، لانه ان فوا اتصلت به قال لي ها المقر فين كاين. انا ما كنتش نعرفو. المقر كاين في العامريه، وكاين في واحد الشارع في العامريه. وصلت تما اول من تيوصل انا اول من تيوصل. الكارثه هي الطامه العظمى اللي غادي نشد على يدين هذاك الراجل. لقيته كاقد في الكراسه، ولقيت الدروج. يا ايها الساده، الدروج تراب بحال كنتي غادي في الطريق تاع الصحراء وهجم التراب على دوك الدروج. الدروج يعني هذاك الدروج ما تستعملوش لاكثر من سنه ولا داز العجاج ولا الله اعلم، ما نديوش الذنوب، انما راه كان التراب بزاف. وصلت مع ديك 46 دقيقه طلعت في هذوك الدروج. المقر المركزي ديال النقابه العتيده الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل اللي كنتمي ليها. وصلت طلعت في الدروج لقيتو كيقعد في الكراسه مسيو الحطاطي الكاتب الاقليمي، داك الراجل الطيب. قال لي راه مازال ما وصلوش، وتنتصل بالكاتب الوطني قال لك راه شي في الطريق. تنتصل به ما كيجاوبناش. تالي هو ان قلت له انا غنمشي نفطر، راه مازال بلا فطور، غنمشي ناخذ كويس ديال القهوه باقي مع الله. قال لي سير. مشيت، ولو ان هذيك القهوه الله يسمح لهذاك السيد داير شي حليب في واحد الحلاب، كب داك الحليب دقتو لقيتو حار واش قديم ولا شي حاجه، رديت لي داك الكاس قلت له اعطيني مناضه وتخلصت القهوه، ما عندنا مشكل. تما في داك الشارع ديال جيش الملكي بني ملال، واحد القهوه في البلاصه فين كان السوق على يدك اليمن. كارثه هذيك القهوه. انا كناشد السيد باشا المدينه ديال بني ملال انه يدخل في دوك المقاهي اللي كاينين في داك الشارع. خطير ما يقع. واخا نساو مولي المقاهي، نخلونا في الموضوع. التالي هو ان ملي مشيت ناخذ القهوه كيبان لي واحد السيد جالس لابس قميجه، السروال بيض وقميجه بيضاء وصباط بيض، بحال تقول هذا السيد واش دير احرام ولا شنو. في التالي ملي جيت للقاعه مال 11 ونص، يعني بيلا 11 ونص بيلا، كنلقى القاعه اش غنقول لكم في هذوك الناس اللي ما عندهم حتى علاقه بالاعلام ولا النصر ولا الصحافه ولا اي حاجه، حتى واحد في هذوك ما عنده علاقه الا الزميل عبد العزيز بخاخ. انا نذكره بالاسم، كاتب جهوي، نقابه اسسناها معاك في 2019 ولا 2020، والله ما عقلت باش 2019 ولا 2020، المهم راه هاد السنتين. التالي هو ان كان معنا مسيو ناجد قباصي، كان معنا في النقابه، كانت معنا الدكتور سناء قباصي المديره التنفيذيه والرئيسه ديال التحرير
ديالي وديال كذلك ديال المواطن 24. كان معنا الدكتور سحنون الاستاذ الجامعي ديال الفرنسي، وكان معنا الاستاذ الاخ ديالو واش ديال الفلسفه ولا العربيه الدكتور دريس سحنون وسحنون، جوج ديال الخوت. وكان معنا المرحوم سعيد، وكان معنا الزميل البلقجدي ياسين، كان معنا في النقابه. هاد الناس اش درتي لهم السيد الكاتب الوطني؟ واش قتلتيهم؟ واش هاد المكتب هذا دفنتيه؟ فين هو ما ماليه؟ فين مالين هاد المكتب؟ قبل ناض هذاك الكاتب الجهوي السابق وجلس كيبكي بالدموع كما بكى لينا ذاك النهار في الخريبكه فاش اسسنا المكتب لاول مره. كيبكي بالدموع اليوم، كيبكي بالدموع وتيسكتوا فيه الناس. انا السيد الكاتب الجهوي السابق والنائب ديال الرئيس الحالي، لان ما عرفتش انا درتو، لان وقفت على ديك المساله. قال لك اسيدي غادي نديروا هذا، بغينا هذا، جابوا الكاتب الوطني حطوا، ما تنعرفوش هذاك السيد، ما كنعرفوش. قال لك هذا راه صحفي وراه ديالكم ديال الجهه، حطوا فوق من روسنا صحه دكاكه، غوتنا، ضربنا، تجارينا، تصادروا لينا الكاميرات، ما خلوناش نوطقوا، جابوا لينا دوك المبولسين، دوك الناس المبولسين اللي تيمشيو جنب البوليس وجنب السلطات وتيوصلوا الهضره وتيوصلوا داكشي، ما خلونا نديروا حتى حاجه. مكتب جهوي لنقابه وتنتمي للنقابه الوطنيه للصحافه، خطير ما يقع. تمنينا ان الزميل الكاتب الوطني ديال النقابه ديال الصحافه انه يكون حاضر معنا. جا الكاتب ديال النقابه وما جاش الكاتب ديال النقابه اللي تشتغل تحت الاشراف ديال هذه سميتها النقابه الوطنيه للاعلام والصحافه، هكا الاسم ديالها. ياد شمن ان كاين تشابه في الاسماء ديال هاد النقابات. هاد النقابه اسس ليها الدكتور عبد الهادي الناجي. الدكتور عبد الهادي في خريبكه المكتب الجهوي اسس الدكتور عبد الهادي الناجي. علاش ما عيطوش لنا الدكتور عبد الهادي الناجي؟ علاش ما يجيش الدكتور عبد الهادي الناجي؟ وعلاش ما تستدعوش لنا الدكتور عبد الهادي الناجي؟ وحتى لا كان السيد مريض ولا عنده شي طريق علمونا، قولوا لنا الجاري. وعلاش ما تستدعوش المكتب السابق؟ علاش ما عيطوش للمكتب السابق ديال النقابه؟ وعلاش يعلمنا نمشيو الحراق في الليل، في الجوج ديال الليل، في الجوج ديال الليل عيط لي نمشيو الحراق ديال الفيدراليه الناشرين. شكرا السي الحراق. هادو هما النقابيين اللي بغينا. السيد عبد الوافي الحراق تيتصل بيا ليلا وقال لي راه بغا يديروا الجمع العام غدا، وهبط لبني من الليل. عيط للسي الحطاطي قال لي راه كاين لقاء مع الصباح. مشيت والتالي جلس السيد الكاتب الوطني وجلس كيخلع في الناس. غادي دير لكم واحد اختنا في النقابه، غادي تفعل لكم واحد اختنا في النقابه، بحال حنا صغار في هذا البلاد، بحال حنا ما عندنا ني حقوق في بلاد جلاله الملك، والبلاد اللي تاسس لها جلاله الملك نصره المعلومه والحقوق والواجبات، والسلطات اللي كيوفروا لنا المعلومه وكيعطونا المعلومه وكيعطونا الخبر وكيعطونا كل شيء، وكيأسسوا معنا المكاتب. المكتب اللي بغيتي دوزو انت دكاكه وبغيت دير به تاخذ به الدعم. انا هادشي اللي بان ليا ملي بغيتي تقبر المكتب السابق وجايب كدير ليا الحساب المالي والاداري، اي حساب. فين سي سحنون؟ فين سي سعيد الله يرحمه؟ هذا مات وهذا راه خاصك دير ليه ما يملونه، خاص المكتب يزكي انه مات. ونزيدك فين هو السي ناجد قباصي؟ فين هي الدكتور سناء قباصي؟ فين هو الدكتور الاستاذ ياسين بلقجدي؟ فين هما الزملاء اللي اسسوا معنا؟ فين هو الحسن كوجيلي ديال ازيلار؟ فين هما هاد الناس؟ اش درتي ليهم؟ واش جيتي ب 10 دقائق بغيتي تقضي الغرض، ركبتي شديتي لوطوروط وصلتي لبني ملال، تقلب انت مكتب نقابي وتزيد حالك؟ لا السيد الكاتب الوطني، هاد الشيء لا يجوز في المغرب وما مقبولش. ونزيد نكمل لك ثاني المساله اللي درتي داخل الجمع العام، كتخرج في الناس تتهضر لهم في ودنيهم حدا داك الطواليت. كاين واحد القاعه صغيره نقول لكم 6 متر على 3 هي بكلنا، فيها نقول لكم شي 20 كرسي، 20 هي اللي كاينه، وجلسنا حنا ب 10 بينا فوق هذوك الكراسه. او شي ما تشمعش، شي ما تعرفش،
وشي ما تشماش كملها وجملها، جايب بطاقه مطبوعه في مطبعه ومدها للكاتب الجهوي السابق، ما مدها ليه حتى طاع، حتى دخل معاه الطريق، حتى قال لي صافي عادي هذاك الكاتب الجهوي. ما عطاها لي، عطاها لي في القاعه، عطاه وحده حمراء وعطاه وحده اخت هادي، عطاه جوج ديال البطايق، وحده قال له راه ديال المكتب النقابي، وحده قال له راه ديال المكتب ديال النقابه ديال الصحافه، ناسيونال بريس هكا سميتها، بلاتي بريس ناسيونال ماروكان. يا ربي ما نغلطش في الاسماء لان النقابات تتشابه، وكثروا النقابات. تالي هو ان القاعه ما كانش فيها شي واحد عنده علاقه بالصحافه، كان استاذ متقاعد، كان من هنا من الفقيه بن صالح، جا معاه واحد العسكري تا هو متقاعد، كان في خريبكا هذيك اللي دايره القبص ودايره الجبيره وسميتو تتخدم تتلعب التنس ولا تدير شي حاجه في التنس، ما عرفناش علاقتها بالتنس، حتى هذاك الناس خريبكا هما اللي يعرفوا. واحد دير شي نضاضر ما عرفتوش، هذاك اول مره كنشوفو. السيد اللي قال لك غنديرو كاتب جهوي اول مره كنشوفو. تالي هو قال لك اسيدي غنديروا هذا، راه هو اللي غادي يمنعكم ويمشي بكم في البحر ويدوز بكم الباطو للجهه الاخرى. لا اخويا خلينا هنا، خلينا مع ياسين بن القجدي، خلينا مع سناء قباصي، خلينا مع مسيو ناجد، خلينا مع سحنون، خلينا مع سحنون الاخ الاخر دريس وغوه، خلينا مع سعيد الله يرحمه، خلينا مع مسيو ناجد، خلينا اخويا هاكي سطينا غير كي لقيتينا. تالي هو قال لك اسيدي رانا خرجتهم، قلت لي علاش خليه وسط خليه، خرج واحد 4 ديال الناس وراكم عرفتوا، بديت يوستر لهم في ودنيهم. اجي تا واحد وقت ما هضرت، واحد كان ورايا وقت ما هضرت تيبدا ينقص، وقت ما هضرت قلت له صاحبي راه هناك من ينظم الجلسه اولا داكشي كاع مقلوب، كاتب الجهوي السابق حطوا حداه شويه قال له سير دخل القاعه ماشي مشكل، نقولوا راه غادي يدخل في التصويت. قلت انا صافي غنبداو التصويت، كاين لا تصويت لا بوعزه. وقفت قلت له الشريف هذا راه ما كنعرفوش، السي عزيز بخير زميل ديالنا راه كاتب جهوي سابق هذا راه ما عرفناش شكون هو. طلع لي الدم ودار راسو بحال تفقع وتبعو تيجري في الدروج. تما وهي طلع معايا الحراره، كيفاش هذا تابع هذا في الدروج، وكيفاش هذا ما عندوش بطاقه ديال الانخراط، كيفاش بيدير كاتب جهوي. هذاك الناس اللي بالقاعه تا واحد ما عنده البطاقه ديال الانخراط ديال النقابه، وعلاش دخلهم؟ والسي الحطاطي حطها ليه في الدقيقه 90، قال له شوف الناس اللي منخرطين هما اللي اسسوا المكتب، قال لي عقدي قدي ياك السيد كاتب الوطني غنقضيو. قال له راه السيمانه الجايه ما عرفتش شكون اللي جاي، حنا راه مغاربه، حنا راه ولاد تبادل اطلاق النار، شكون اللي بيجي؟ هذاك اللي بيجي خلينا حنا، هذاك يكون ارحم من هادشي اللي درتي انت اليوم، يكون ارحم وما عمرو ادانا. السيد يونس مجاهد الرئيس المجلس الوطني ما عمرو وصلنا، ما عمرو لحقنا، بالعكس تيوقف معانا. ومؤخرا اول امس البارحه مشينا حطينا الدوسي ديال البطاقه ديال النقابه وزكاها ووقع علينا هو مسيو البقالي والاستاذه مسيو عبد الله البقالي ومسيو خشيشن عبد الكبير، مشينا عندهم وعطاونا البطاقه ديال النقابه. في كاين المشكل؟ اش المشكل عندك انت؟ وضح لينا. وقت له عفوا يا ربي اش نقول لكم، لا اله الا الله محمد رسول الله. هادشي لان من تما وداك الشيء تاع الصداع اللي داز تما في ديك القاعه ما زال، باش نكون معكم واقع، ما زال. يا رب ما يكونش شي واحد في المناضلين الكبار ديال الكونفدراليه يسيق الاخبار على هذيك المزاله ولا يعرف اشنو جرى. الدكاكه تطاول على الجمع العام، املاءات تيليكوموند تعيين، تخيلوا معايا جمع عام داخل خليه وسط خليه، خرجوا لبالشي الطواليط اجيو دخلوا، خرجوا ديجي الطواليط اجيو دخلوا، ما فهمنا حتى حاجه. المكتب السابق لم يستدعى، و4 سنين ما عمرو تحرك، زاد كملها وجملها بين نشرب الماء. ما داير الساده المشاهدين، كملها وجملها الكاتب الجهوي وقال لهم هذوك الناس 4 ايام، قال لهم سطهم كاملين بوليس. يعني دخلنا النقابه، قال لي مع دخلنا للنقابه
دخلنا حنا النقابه واسسنا النقابه في 2019 ولا 2020 ولا ما عقلت، 2019 اظن 2019. كان معنا الزميل سحنون دريس، سحنون الاخر الاخ نجيد كباسي، سناء كباسي، ياسين بالكجدي، الاسماء يعني اسماء كبيره، اسماء كبيره يعني في المجال ديال الصحافه والاعلام. بالتالي هو قال ليه هذوك الناس كي دخلناهم، هذا الكاتب الجوي السابق الزميل عبد العزيز بخاخ، الزميل ديالي، وخدمنا معاه مجموعين، وقال له 4 ايام. كيفاش 4 ايام؟ 4 ايام قال لهم انا سديت هذيك النقابه، اسسنا معاه النقابه، قال لك سدينا 4 ايام، تنتصلوا به اشنو درتي تما؟ اشنو اليوم؟ قال لك بغا يبنيو عليها، بغا يبنيو عليها باش يديروا المكتب الحالي. كيفاش هاد النقابه خدمات 4 ايام؟ السيد الكاتب الجهوي السابق 4 ايام اللي خدمت هاد النقابه، كيفاش غتبني عليها انت تاسس عليها مكتب جديد؟ الجمع العام غير قانوني، والمكتب غير قانوني، ولا درت شي تختيرات تما تحمل مسؤوليتك السيد الكاتب الوطني والسيد الكاتب الجهوي السابق. وانا سمعت اليوم ان هناك الناس في المدينه ديال الخريبكه غادي يرفعوا دعوى قضائيه بهذا المكتب اللي تاسس اليوم وبالاسم ديالهم ودون استدعائهم، وما استدعيتهمش، ولا غير جبت الاسماء ديالهم في ذاك القاعه، نديروا كاع مشاو ما بقاوش بغا يخدموا. ولا عطينا ما يفيد، عطينا ما يفيد، داروا استقالات مشاو وشنو. 4 ايام تتهمهم تهم جائزه، قال لك مع البوليس والبوليس السياسي، كلشي نتوما باغي تدخلوا البوليس السياسي اللي دار معكم العمل النقابي بوليسي سياسي. هذا فتاح، انا بغيت تحسبيني انا بوليسي سياسي، تنعرف على القهوه والطريق المؤديه الى مدينه الفقيه بن صالح، شي تنعرف وما عمري شفت هذا الواقع بحال هذا. بالتالي هو اننا نعتز باش حتى واحد ما يميل يعني النضال ديالنا لشي قنت، نعتز بانتمائنا لهذه النقابه الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، ونعتز بالانتماء للنقابات الاخرى حتى هي، وحتى واحد ما يقول لنا اجي نسد عليك ولا اجي ندير لك السوارت والقفل ويسد علينا، غننتميو للنقابه اللي بغينا وغنمشيو فين ما بغينا، وحتى واحد ما غيخلعنا يقول لنا هذا يخلعنا بهذا وهذا يخلعنا بهذا، ما كاينش هذا. كل ما هناك هو اننا اول امس البارحه مشينا عند الزميل عبد الله عزي، الترحيب كيداير داخل النقابه الوطنيه للصحافه، الاكثر تمثيليه ديال النقابي الكبير سي عبد الكبير خشيشن. قال له سجل لي الزملاء، هكا قال الدكتور عبد الكبير خشيشن، قال له قيد لي الزملاء. السي الحراق قال له قيد لي الزملاء، هما النقابيين. اما تجي دوز عندنا الدكاكه حتى الماء ما شربناه، حتى الماء ما جبتيهش لينا، ودوز عندنا دكاكه. الدروج ما مسيقينش، ولا انت باغي تسيق بين الدروج. عموما هذا الشيء اللي كاين، انما نعتز ونفتخر بانتمائنا لهذه النقابه. غنبقاو منخرطين وغادي نبقاو نخرطوا كل عام، وكل سنه غنمشيو لهذيك النقابه، واللي عنده شي حاجه من غير هذا الشيء احنا موجودين، احنا نديروا العمل النقابي والعمل الحقوقي، وننقلوا المعلومه، ونديروا الحقوق والحريات، ونديروا اللي بغينا في هذه البلاد تحت الرعايه الساميه لمولانا امير المؤمنين جلاله الملك الصحفي الاول والمنتصر للقوانين التنظيميه عدد 1331، والطاهر الملكي المؤسس للطاهر الملكي عدد 122 16 الصادر في استدعاء القاعده 1437 الموافق ل10 من اغسطس 2016. اش هي؟ بغيت نسولك سيد الكاتب الوطني، اش عندك مع الفتاح؟ علاش ما تستدعيش؟ اش عندك معانا؟ انا ما كنشوف، اول مره كنشوفك نبيل الاماوي، الاساتذه الكبار ديال النقابه، السيد المستشار البرلماني اللي كيأسس غير ما مره الاسئله شفويه للسيد الوزير ديال الاتصال، مجموعه من الاسئله، هو اللي قال مولودة يا ليتها وئدت، هو اللي قال. ونجيو نلقاوك انت اول من تطعن فينا هو انت. علاش ما قال لك انتم راه اعضاء ديال المكتب الجهوي؟ اعضاء ديال المكتب الجهوي، انا عضو ديال المكتب الجهوي ديال النقابه، ما قلناش لا.
ما قلناش لا. عضو ديال المكتب الجهوي ديال النقابه ديال السي دي تي، قيدتيني في كل الناس، زيد هادوك اللي درتي دابا انت في المكتب وقيدتيهم بالستيلو، شكون هما؟ واش غير دخلني انا المكتب الجهوي وتسد عليا وتجمد لي انا الحركه، ما نتحركش ما نتململش، وتقول لي انا كندير العمل النقابي؟ اين نقابي واين عمل واين 200 درهم ديال كل عام اللي كنأديها كواجب ديال الخيرات؟ لاش غنعطي انا 200 درهم؟ لاش وانت عارف الظرفيه الاقتصاديه ديال البلاد وعارف الظرفيه الاقتصاديه والاجتماعيه ديال الساده رجال الاعلام، علاش قاشنا على 200 درهم صيفطوها للكونت؟ قال لك انا راه كنركب من جيبي. حنا نتمين هذا الكلام اللي قلتي تركب من جيبك، وعارفين انت تركب من جيبك، وركب من جيبك ولا ركب من الميزانيه ديال الصندوق ديال النقابه، شكون اللي قال لك لا؟ ولكن نجيو ونلقاو دير جمع عام ودير لنا الاملاءات وتحط لنا الكاتب الجهوي من الفوق، ولا بغى يشكل لك المكتب قلت له حبس، ما كاين لا تشكيل لا والو. واش هذاك حطيتيه تاع الاخرين حطهم؟ يلا الاخوان خرجنا خلينا الجمل بما حمل، سير الله يعشيك الله يسخر. تبعوني الزملاء كلشي تبعني، زدنا بحالنا. عموما النقابه دوما ودائما هذيك في قلوبنا، ما نتكلموش عن النقابه باش ما يتحورش الكلام ديالي حتى شي قنت. السيد الكاتب الوطني نسجل ان الكاتب الوطني ديال الكونفدراليه للديمقراطيه للشغل تطاول على الجمع العام ها هنا بجهه بني مناخ خنفره. بوان. حللها كي بغيتي الديتاي والتفاصيل رجع لهذا البث اللي اسسلو فتاح. السلام عليكم.